لو انت بتلعب كورة وقعت على الارض ركبتك لفت وطرقعت طرقعة جامدة وبعدها ما قدرتش تقوم تتحرك، فاحتمال كبير عندك اصابة في الرباط الصليبي. لو في قوة شديدة بتزق القصبة لقدام وانت بتلعب جيم هتفرقع لك الرباط الصليبي. زي الراجل ده كده، بص في حاجة بتزق على القصبة لقدام وجسمه بيرجع لورا فالرباط الصليبي فرقع. اللاعب ده بقى نزل نزلة غلط على الرجل الشمال، شايف ركبته لفت ازاي؟ نزل على ركبته الشمال، جسمه لف لجوه وركبته لفت لبره، ده اللي بيقطع الرباط الصليبي. النزله دي نزله غلط، في طريقه للنزلات الصح. وكل شوية أعد العز اللي احنا فيه ده، كل دقيقتين أعد بقى. دي الطريقه الصح للنزله. بص النطه بتكون ازاي، بتنط بتنزل ركبتك متنيه شويه والفخذ بتاعك متني شويه وبتبقى ركبتك ثابته. الركبه فوق الانكل، فوق مفصل الفخذ، لازم مفصل الفخذ يحس بالوزن بتاعك، يعني لازم وزنك يبقى نازل على الفخذ. اهو بص كده بينزلوا النزله، الركبه متنيه شويه والفخذ متني شويه والوزن بتاعك مسمع لمفصل الفخذ. بص بقى طريقه الاصابه دي ان الركبه تتفرد للاخر، بص الركبه اتفردت للاخر خالص، ده بيقطع الرباط الصليبي. فرد الركبه للاخر زي اللعيب ده كده، بص النزله دي نزل فركبته اتفردت للاخر فالرباط الصليبي طق من مكانه، هيترمي على الارض طبعا مش هيقدر يقوم. ده الوتر اللي احنا بنستخدمه عشان نصلح الرباط الصليبي بالمنظار.